السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتي من أحمد. النهاردة هنعمل الملوخية الخضراء في البيت، وهقولك ازاي ما تسقطش منك وتفضل محافظة على القوام بتاعها واللون بتاعها زي ما هي خضراء. هنجيب نص كيلو ملوخية، هنقرطفها بالشكل ده، وهنسيب جزء من العنقود عشان هو ده اللي بيعمل التسكيرة في الملوخية ويعمل العرق. هنقرطفها كلها ونغسلها بالشكل ده ونسيبها 10 دقايق في الخل، بعد كده نشطفها كويس. ده التوم انا بفرمه كل سنة لما بيطلع جديد، بشيل القشرة الخارجية وبفرمه في الكبة عليه ملح. هنحط معلقة توم ومعلقة سمنة كبيرة، وهنا هنغلي الشوربة اللي متوفرة عندك، شوربة لحمة، شوربة بط، شوربة فراخ. انا دي شوربة بكون شايلها من اللحمة او الفراخ عندي، بصفيها من الخضار واللحمة وبقوم حاططها في الكيس واشيلها في الفريزر زي ما انتي شايفة كده. او لو مش عندك شوربة ممكن تحطي نص لتر مية وعليه مرقتين ماجي. هتسيبي الشوربة تغلي بالشكل ده لغاية ما تغلي خالص، وبعد كده تنزلي الملوخية وتضربيها كويس اوي بالشوكة او بالمضرب اليدوي لغاية ما الريم هيظهر على الوش كده. هتشيليه بقى الريم الابيض ده خالص. انا كده خلاص فكيتها من بعضها. اهم حاجة بس تاخدي بالك ان الملوخية ما بتتغطاش خالص، عشان لما تغطيها مش هتفضل خضرة كده ولا هتحافظ على القوام بتاعها، هتسقط ولونها هيسود. انا كده حمرت هنا التوم، بعد ما حمرته ده واخد لون اصفر حطيت معلقة كزبرة كبيرة ومعلقة صغيرة كمون. اديني هصب الملوخية اهي تقيلة وخضرة. هنحط بقى الطشة، بسم الله الرحمن الرحيم، ريحتها تحفة. انا عملت جنبها رز بشعرية، لو عايزة الطريقة عرفيني. اتمنى الفيديو يكون عجبك، لو عجبك ما تنسينيش باللايك وفعل الجرس واشتركي عشان يوصلك كل فيديوهاتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.